السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف للناس اللي كيعانيو من نزلات البرد، او يعني الزكام او لا يعني المهم نزلات البرد عموما، وحتى اللي كيعانيو من الم في الحلق او الحنجره او التهاب اللوزتين. هاد الخلطه هذه ولا هاد المشروب هذا السحري راه زوين بزاف بزاف بزاف، كيعالج لنا هاد المشاكل كامله، وكذلك كيعطينا واحد السخونه في الجسم باش هكا يقتل لنا الفيروسات. وكما كتشوفوا هنا نحتاجو عندنا هنايا معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، عصير الحامض تقريبا نص حامضه تعصروها ولا على حسب. عندي هنايا سكنجبير طري او الزنجبيل، هنايا عندي زنجبيل اخضر يعني طري. ممكن ايضا انكم تستعملوا زنجبيل بودره يعني مطحون. عندي كذلك العسل، يفضل ان يكون يعني عسل حر طبيعي 100% من الأحسن، يعني باش يعطينا باش يساعدنا على العلاج. هنايا كما كنتشوفوا كنوريكم الزنجبيل يعني اليابس اللي بغا يستعملو، يفضل الطازج الا كان هكا طري يعني يكون احسن. صافي غناخذوا واحد الكاس ولا واحد يعني فاش غنشربوا هذا المشروب هذا، وغنديروا فيه الحامض، وغنديروا تقريبا نصف ملعقه من الزنجبيل. ما تكثروش منه بزاف حيت هو راه يعني كيكون حار ومجهد، والناس اللي عندهم يعني مشكل في الحلق غيحسوا به اكثر يعني من الناس اللي يعني ما مرض ما والو. كما كتشوفوا هنايا غادي ندير تقريبا ملعقه صغيره من العسل الطبيعي، يفضل يعني يكون عسل الاعشاب، يستحسن يعني أن يكون عسل الأعشاب يكون طبيعي، يعني كيعاوننا على العلاج بزاف، عنده بزاف ديال المنافع. أي حاجة ضفنا لها العسل فراه كيولي التركيز ديالها والفائدة ديالها أكثر. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات هادو، نخليوهم يدفوا شي شويه، وهذا الخليط خصكم تناولوه مباشره قبل النوم باش هكذا تغطاو وتسخنوا وتدفوا، باش هكا الفيروس يعني يموت وتستفدوا منه اكثر وما يضربكمش البرد. كنعرفوا دابا فصل الشتاء كيكثروا يعني هاد الامراض، يعني هكذا نزلات البرد، هذا علاج طبيعي وخصكم تاخذوه يعني 2 مرات يستحسن، يعني في الصباح وفي الليل قبل ما تبغوا تنعسوا. وغادي نضيف لكم هذه الوصفه هذه ديال الكمون والفرماج، صراحه راه زوينه بزاف. الناس اللي عندهم يعني الكحه زوينه بزاف، يعني هكا الكحه ما عرفتش شنو كيقولها باللغه العربيه. المهم نزلات البرد حتى هي زوينه كتسرح لينا الحلق ومزيانه. حتى يعني الكمون راه عنده فوائد بزاف، حتى هو راه يعني سخون وكيدفي الجسم. هكذا كنتناولوه باش كيرطب لينا الحنجره. كما كتشوفوا معايا كندوزو الفرماج كندوزوه في الكمون مزيان مزيان. يعني الاحسن يكون الكمون بلدي، يكون كمون يعني نوعيه جيده، وتكونوا طحنينه يعني متاكدين انه يعني كمون جيد. كما كتشوفوا كتبداو تاكلوا هذيك الفرماجه وكتبقاو تعاودوا تدوزوا في الكمون وتاكلوها حتى كدوزوا بها داك الكمون وتنعسوا مباشره. يعني تاخذوا هذيك كاخر حاجه غتاكلوها في الليل قبل ما تبغوا تنعسوا. راه زوينه مرطبه حتى هي الصدر. صافي وتناولوها وتنعسوا، راه حتى هي زوينه بزاف. بالشفاء.